السؤال 31: ما حكم من فتح محلا لغسيل الملابس واستخدم عمالا يعملون فيه للغسيل والكي، وقد باشروا العمل فيه، وقد اكتشف بعد ذلك أن العمال من الديانة البوذية؟ ثم خلاف بين العلماء في غير المسلمين وغير أهل الكتاب، هل نجاستهم حسية أم نجاستهم معنوية؟ والذي عليه الأكثر من علمائنا أن نجاستهم حسية، بمعنى أنهم ينجسون ما يلمسونه، لظاهر قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فحكم عليهم بوصف النجاسة، هذا الذي عليه الأكثر. وهناك رأي آخر يقول إن نجاستهم معنوية، ولعل هذا الرأي أقرب إلى الدليل. لكن مع ذلك كله، إن كنت تريد أن تستمر في هذا النشاط فلا بد من أن يعلم، إن كانت هنالك مباشرة للأثواب ولم تكن هنالك حوائل تحول دون وصول النجاسة إلى الأثواب والملابس، فهنا أقول إن كنت تريد بقاءهم فلا بد، لأنك تريد العمل مثلا بالرأي الذي يرى نجاستهم ليست حسية، وإنما هي بسبب معتقداتهم وتصوراتهم الباطلة. ففي مثل هذا الحال لا بد من أن تبين للناس، لأنه ليس كل الناس يعملون بهذا الرأي، وأنت الآن في عقد رضائي بينهما، فلا بد من أن يتبين. فقد يتورع الناس عن أن يعطوك هذه الخدمة وأن يتعاقدوا معك عقد غسل الملابس، بدون هذا لا يصح لك أن تتعامل مع الناس. وأما مع هذا فلا حرج، والله تعالى أعلم.